رئيس لجنة شؤون اللاعبين من الاتحاد المصري لكرة القدم. دكتور أحمد أهلا بيك معانا في بيت الرياضة. مساء الخير يا أستاذ خالد. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. لا مش لواء، أنا دكتور. مش إن أنا أكون لواء يا ريس، أنا والله أحمد وطبعا بس كده. بس ماشي يا دكتور أحمد. موضوع شيكابالا وصل خلاص إن خدتوا قرار إن شيكابالا ما يروحش نادي الزمالك او ما توثقوش عقده لما نادي الزمالك يدفع المستحقات لصالح شيكابالا حتى اخر اغسطس القادم؟ لا هي مش حكايه قرار، هو المشكله انه اللي عمل المشكله ايه؟ انه شيكابالا مقدم شكوى. ايوه قدم شكوى رسمي. رسمي ان انا ما اخدتش المستحقات الماليه بتاعتي. ايوه يعني لولا هذه الشكوى كان العقد بيوثق زي اي عقد بيجي لنا تاني من اي حته، مفيش مشكله، توقيع سليم وباصم بصبعه والتواريخ يعني اللي موجوده انه العقد يبدا من 30/6 يتوثق في خلال شهر منه، كل الكلام ده مظبوط. فاحنا بس عشان ننهي المشكله نادي الزمالك كان قاعد مع الدكتور اسامه المديجي والاستاذ الدكتور عبد الله جورج والدكتور اشرف صبحي، واتفقوا ان هم هيوافقونا بالتنفيذ بسداد مستحقاته عن موسم 2010-2011. بمجرد ما تتم هذه المشكله يعني مش هيبقى في مشاكل خالص طبعا، ونادي الزمالك هيخلص في خلال ايام اعتقد، يعني مش هنستنى ل 30/8 يعني الموضوع هيفضل معلق لحد ما شيكابالا ياخد مستحقاته عشان يتوثق العقد؟ هو ده اللي بيحصل يا فندم. يعني احنا دلوقتي في اي نادي ما دام في عقد بيمد وبيتجدد لازم انهي العقد القديم. يعني احنا ما بندورش لو العقد كان من الاول ممتد، ما بندورش الا لما اللاعب يشتكي. احنا نعرف انه في لعيبه كتيره لسه ما اخدتش مستحقاتها في انديه كتير، بس بمجرد ما اللاعب بيعمل شكوى سواء العقد بتاعه جديد سواء العقد بتاعه قديم، فاحنا بنطالب النادي بسداد المستحقات. ايوه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم، لو مثلا انا بفترض حاجه ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن بحب افترض يمكن حاجه عكس توقع الناس، لو الزمالك ما دفعش شيكابالا مستحقاته عن موسم 2010-2011. هو بص يا استاذ خالد، احنا اللي بيحكمنا لائحه. ولائحه الاتحاد الدولي بتقول انه اذا النادي ما دفعش. معاك يا فندم. الو. معاك يا فندم. معاك اتفضل كمل. لو النادي ما دفعش المستحقات في خلال شهرين من تاريخ استحقاق هذه المستحقات يحق للاعب طلب فسخ العقد. حلو. العقد في 30/6. تمام. فهنا الواقعه المنشاه في 30/6. الزمالك معاه لغايه 30/8 فعلا. الفتره دي مين اللي محددها؟ هل الاتحاد الدولي؟ الاتحاد الدولي هو لا لائحه الفيفا. ايوه لائحه الفيفا مش حلو. هيطلب فسخ عقده. نعم يطلب فسخ عقده بقى. حلو. الوقت ده محدد من الفيفا عشان اللاعب ما يخسرش ان النادي يفضل يماطل في الموضوع وهو يخسر. طبعا هو النهارده الاحتراف انه اللعيبه دي تعتبر هي مصدر دخلها الوحيد. ايوه. خاصه انه المستحقات بتبقى على هيئه اقساط، واحنا عارفين انه في لعيبه كتيره في بعض الانديه طردت من شققها وهو مصدر رزقها وهي اللي بتصرف على اولادها، فلا بد انه في حمايه. العقد ده يعتبر عقد عمل يا فندم. طيب. يعني العقد اللي بين اللاعب والنادي ده عقد عمل. فتخيل لو موظف في اي شركه ما قبضش مرتبه لمده شهرين. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو سؤال تاني. يعني في مشكله في الزمالك واكيد في مشكله في الاهلي، دايما كده الزمالك والاهلي بيبقى فيهم مشاكل بالنسبه للاعبين بالنسبه للانديه الاخرى يا سماح. اكيد. احمد شديد قناوي موقفه ايه؟ وخاصه الاستاذ كامل ابو علي رئيس مجلس اداره النادي المصري قال ان احمد شديد قناوي مش هيعتب بوابه النادي الاهلي على مسؤوليته الخاصه، وان هو قال كده مش على مسؤوليتي انا طبعا، على مسؤوليته هو الخاصه. وقال ان احمد شديد قناوي باقي في النادي المصري، وفي نفس الوقت احمد شديد قناوي قال انا عندي شرط في عقدي يسمح لي ان انا اروح النادي الاهلي، وانا بالفعل مضيت في النادي الاهلي. هو النهارده احنا عملنا اجتماع للجنه يا استاذ خالد. ايوه. وبحثنا الاوراق وقررنا انه احنا يوم الخميس انا بنفسي هقوم بالتحقيق مع النادي المصري على اساس انه في بعض المستندات اللي وفينا فيها. بعض المستندات ايه؟ يعني يوم الخميس هيكون في تحقيق، احنا قررنا انه هيكون في تحقيق مع النادي وتحقيق مع اللاعب. الخلاف اللي بينهم هو في شرط جزائي في العقد فعلا. بيقول انه يحق للاعب انهاء عقده بعد
الموسم الاول بعد سداد 1.5 مليون. يعني في شرط جزائي في العقد. طبعا. احمد شديد قناوي في طلبه بيقول انه الموسم الاول هو 2010 2011. ونادي المصري بيقول انه الموسم الاول هو 2011 2012. يعني احمد شديد قناوي بيقول انا من حقي دلوقتي ادفع الشرط الجزائي وانهي العقد ويمشي. المصري بيقول لا، ده يدفع الشرط الجزائي في نهايه موسم 2011 2012. ده بقى متوقف على التحقيق. يعني انا اسمح لي بس انه في امور ما ينفعش اقولها عشان ما تاثرش على سير التحقيق وعدالته يعني. فده يوم الخميس التحقيق هو اللي هيخلينا نقول السنه الاولى هي هتكون 2010 2011 ولا 2011 2012. طب بدايه العقد امتى يا استاذ احمد؟ ما انا بقول لسيادتك ده هيتوقف على مستندات احنا طالبينها من النادي المصري. فيعني مش عايز، ما ينفعش اتكلم فيها دلوقتي خلاص. لان زي ما انت عارف التحقيق ما دام انا، لكن بعد ما يطلع القرار اقول لسيادتك ليه طلعنا القرار وايه هي حيثياته وايه هي اسبابه بقى. يعني القرار طلع يوم الخميس؟ التحقيق هيكون يوم الخميس وبناء عليه هنشوف يعني القرار ممكن عليها بيوم بيومين، لكن احنا بس عشان ندي لكل واحد حقه. صح. عارف الاستعجال في اتخاذ القرار ممكن يبقى القرار ما يطلعش عادل يعني. على العموم بنشكرك. رئيس لجنه شؤون اللاعبين، شكرا لحضرتك ودخلتك معانا.